فانا لما وصلت الدوله دي قلت انا هكلمه عليها، انا ما اعرفش حتى الدوله دي فين. كانوا منتظريني في المطار، وقمت انا اول حاجه قمت نزلت الساعه 6 الصبح، سالت على يدوني تاكسي او حد بيتكلم انجليزي، وخرجت ورجعت 9 بالليل، لان انا كنت عاوز اعرف مقومات هذه الدوله. وجدت المصايب كلها التي تعاني منها الدول الافريقيه، واحنا في مصر برضه عندنا هذه المصايب. المصايب بتاعتنا ان احنا عندنا ثروات قويه جدا، مواقع اقوى مواقع في العالم كله، عندنا الموارد البشريه اللي موجوده نصها عاطله، عندنا الشباب اللي يتطلع انه يحصل على التنميه، وده ايضا مش ما بندلوش فرصه التنميه. ما عندناش عماله فنيه اللي هي المشاريع لما تتبني يقدروا يعملوا لها صيانه ويقدروا يديروها على مستوى فني مش مستوى اكاديمي، مع احترامي للاكاديميين. كل ده موجود غير موجود عندنا. بنبني مشاريع ما نعرفش نعمل صيانه لها بعد كده. فانا وجدت في الدوله دي لما رجعت الساعه 9 بالليل الفندق، لقيت اللابي بتاع الفندق مليان من الناس. انت كنت فين؟ وممكن اقول لكم الكلام ده ما بيني وما بينكم كان اي دوله. رئيس الجمهوريه قاعد مستنيك ويسال عليك كل ساعه، وزعلان جدا. وبكره الصبح الساعه 9 تقول عني. قلت له انا مش هعمل حاجه، انا هروح رئيس الجمهوريه. اول ما دخلت له قال لي ازاي تبقى في دولتي وانت معلوم عندي وانا ما اعرفش انت فين؟ قلت له يا سياده الرئيس حضرتك سالتني ان انا اجي عشان اديك رايي، مش انا جاي هنا عشان اسمع سيادتك. فكان لازم اعرف مقومات الدوله بتاعتك اللي فيها كان لازم اسيبك 24 ساعه واتعرف عليها. بنعاني مين بقى؟ شفت ايه؟ شفت السواحل اللي هي 1000 كيلو ما فيهاش شمسيه واحده للسياح، اجمل البحار. شفت الموارد السمكيه اللي ما عندهمش مركب او مركبين من المراكب الحديثه. المركب بتاع الثروه السمكيه النهارده يعتبر مصنع. المركب بيطلع فاضي بيرجع حاجات فروزن جاهزه انها تروح تتباع. ما شفت الشباب اللي طالع بالموتوسيكلات كل يوم من الساعه 6 الصبح عشان يروح يشتغل ومن جاي ما يلاقيش شغل. شفت الاسواق في الارياف بتاعتك المانجا والاناناس والتين كل ما يمكن اتصوره بيتباعوا ببلاش، وبعضهم هيعفن. لما عوزت انا اشتري جيوس لقيته مستورد من دول اوروبيه اخرى، بينما الثروات اللي عندك بتترمي في الزباله. وممكن اشتري كيلو من اغلى الفواكه الموجوده في العالم بنص دولار. شفت سفن كتير جايه لك بالليل عشان تحتمي من القراصنه ببلاش. فين؟ في المياه الاقليميه بتاعتك بدون ما تدفع حتى جمرك او فيز للدوله بتاعتك اللي انت بتقول انها دوله فقيره. شفت الثروات دي كلها وسيادتك موجوده ومحدش بياخد الخطوات للتنميه. احنا لما بنقول افريقيا محتاجه تنميه، احنا محتاجين تنميه بطريقه انك انت تستخدم الثروات بتاعتنا الاول والمقومات الباوربوينت بتاعتنا لانها موجوده في كل ارض. مصر بالنسبه لي هي بوابه افريقيا. اولا الموقع الاستراتيجي بتاع مصر اللي مصر في التاريخ بتاعها، الحاضر بتاعها، المستقبل بتاعها.
أسوان عاصمة أفريقيا، بوابة أفريقيا، ما بين أسوان والحدود لعدة دول أفريقية سريعة جدا. السلوم شمال أفريقيا، فإحنا في وسط العالم في موقعنا سواء الجغرافي أو المقومات بتاعتنا، إحنا نستطيع إن إحنا نكون نساعد الدول الأفريقية. مصر عملت صناعات كثيرة جدا، كل الصناعات الموجودة على أرض مصر ممكن إن إحنا نعمل مصانع هناك في دول أفريقية كتير. الدول الأفريقية محتاجة صناعات، إحنا الصناعات اللي حصلت على أرض مصر يشاد بها. مش عاوز أقول بقى الكابلات، النشور، ما بقولش، كل الأخشاب، الموبيليا، الصناعات الزراعية اللي هي الفواكه، كل حاجة موجودة، الألبان،